وبما اني كل ما ندير لكم الوصفات ولا تحليات نديرها حجم عائلي، اليوم جبت لكم كيكة التفاح بحجم عائلي ولا طرت التفاح بحجم عائلي. وايضا جبت معاها رافقتها بهذو لي فوندو تحت الصغار، بما انه احنا لي طرت والفنانة كلهم هكذا انديفيديال بواحد لاباط بزاف بزاف بنينه. درت 180 غرام 150 غرام مارغرين او زبده بدرجه حراره الغرفه، حبه بيض كامله، ودرت زوج مغارف سكري غلاس، مغرف مايزينا ومغرف لافاني، واللي عنده لافاني سائله من الاحسن تكون لافاني سائله. نخلط هكذا باتور بيدك بفوي كيما حبيتي، ومن بعد نبدا نطم بشويه تاع الفارينه حتى تنطم لي العجينه. العجينه تاعي ما نحبهاش تكون جاريه وما نحبهاش تكون يابسه، يعني تكون متوسطه وتكون مليحه كيما تاع الصابلي. مباشره كي نكملها نبدا ديريكتومون نقسمها ونحطها في لي مول هذو صغار، ونبدا نشكل كامل لي مول تاوعي حتى نكملهم تاع لي فوندو تحت تاوعي. ودرت انايا هكذا، انا هذه الكميه كامل درتها لي في السنيوه المدوره حجم عائلي، وهذوك في هذوك السته اللي درتهم. بعدها نشد 4 حبات تاع التفاح، انا هنايا درت لي 4 حبات تاع التفاح، ما قشرتهم مباشره، قطعتهم رقيق ومن بعد درتهم في القارص. شوفوا انا كي قطعتهم ودرتهم في القارص باش ما يكحالوش للامانه. كي جيت باش نحطهم فوق لاطر تاع التفاح، انا دائما كي ندير لهم القارص يجيني ديك الحموضه، اذا شللتهم ومن بعد نشفتهم بابي كويسون مباشره ديريكتومون ستفتهم. ومن بعد جيت قمت بالعمليه اللي راكم تشوفوا فيها، درت 4 حبات تاع البيض، 6 مغارف سكر و6 مغارف حليب ومغرف لافاني كبيره. خلطت مليح الخليط وبديت نعمره فوق التفاح اللي كنت ستفته، ما يكحل ما والو. بعدها درته في الفور كان مسخن مسبقا 160 درجة، ومن بعد حمارت لي. شوفوا كامل طابت الله الله هذا اللون. تحبوا ديروها من الفوق لا جولي، ولا تحبوا ديروا معجون المشماش اي ولا العسل، يعني كيما حبيتوا. انا هنا درت لا جولي، ومن بعد تقدموهم تخلوها تبرد وتقدم بارده. هاد لا طاخت بصحتكم. اذا عجبكم لا فيديو تاعي خوتي في القناه تاعي ديروا لي اشتراك، وديروا لي جيم لي فيديو تاعي باش يطلعوني، بارطاجيو الوصفه مع اصحابكم اللي تحتاجوها. ديروا لها